إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه، ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، معاشر الأحبة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الجليل جل في علاه الذي هيأ لنا هذه الروضة من رياض الجنة فوق ملكه وفي بيت من بيوته وبعد فريضة من فرائضه، أن ييسر لي ولكم اجتماعا على منابر جنته وعلى الأرائك متقابلين. اللهم إنا نسألك عيش السعداء، اللهم إنا نسألك عيش السعداء ونزل الأنبياء ومرافقتهم يا رب العالمين. اللهم واجعل لنا ولكل مسلم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم ارزقنا من غير ما نحتسب. اللهم وفرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف بلطفك مرضانا ومرضى المسلمين. أحبتي، نتحدث في هذا اللقاء عن أس من أسس السعادة والبقاء على وجه الأرض. نتكلم عن مطلب كل أحد. أتكلم عن جملة ذكرها معاشر الأحباب يجعل القلب ينشرح والصدر ينشرح، ألا وهي كلمة السعادة. ويطلبها الفاجر والتقي والذكر والأنثى، الصغير والكبير، بل يطلبها المؤمن ويطلبها الكافر. مطلب كل أحد. الجميع معاشر الأحباب في مسيره في حياته ينشد السعادة. لو سألت الذي يجمع المال ليتزوج لما هذا العناء في جمع المال، قال لأسعد بقرة العين زوجة صالحة. وإذا تزوج ما الذي جعلك تجري ثم بعد ذلك تبني؟ قال أريد ذرية صالحة عل الله أن يجعلني فوق الأرض سعيدا. ذاك الذي معاشر الأحباب يذهب في سفر ليسيح في الأرض يريد السعادة. كل يريد السعادة، حتى مدمن المخدرات. لماذا تستخدم وتتعاطى؟ يريد السعادة. كل أحد معاشر الأحباب مطلبه السعادة. لكن هل كل من رمى سنارته في بحر الحياة صادت له سعادة وأسباب السعادة؟ أم أن بعض الناس سجين وهو بين ظهرانينا، وتجد سجينا خلف الحدود وخلف القيود وخلف السدود، وتجد منشرح الصدر. أمر عجيب. السعادة معاشر الأحباب ليست في قوت، ولا في ملبس، ولا في مركب، ولا في منكح، ولا في مسكن، ولا في وظيفة، ولا في امرأة، ولا في ذرية. السعادة يوم أن يرضى خالق السعادة أن يفرغها على قلب عبد من عبيده. ولذلك قبل أن أتحدث عن قوانينها وعن قواعدها، أقول لا بد أن نعتقد اعتقادا جازما أن السعادة ملك لله، وأن الله لا يهبها لمن شاء من عباده إلا لمن حقق الإيمان والعمل الصالح، إلا لمن حقق الإيمان والعمل الصالح. وإلا فما أطول ليلة من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وله في الآخرة عيشة راضية. فسبحان الله، فوق الأرض في حياة طيبة. هل المراد بالحياة الطيبة أن ثوبه أجمل من ثوب غيره، وبيته أجمل من بيت غيره، ومركبه أفضل من مركب غيره؟ لا، إنما قلبه أفضل من قلب غيره، صدره أشرح من صدر غيره. ولذلك يقول العلماء إن السعادة
لا تأتي من الخارج، إنما تنبع من الداخل، تنبع من الداخل. تجد رجل فقير ووجهه وجه الرضا، وذاك غني وقلبه ينهم الدنيا نهما ويحبها حبا لما، جموع منوع عذبه الله بأن صار غنيا، وأكرم الله الفقير بأن أخرجها من يده ومن قلبه. وإن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، وفي الحديث ومن عبادي من لا يصلحه إلا الغنى. السعادة حقيقة لا تجلب بمواد من الخارج ولا بعوامل من الخارج، إنما هي عندما يشعر العبد بنور في صدره. ولذلك ابن تيمية عليه رحمة الله عندما سجن قال: ماذا يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري. المسألة مي بالحدود ولا الأبواب. تجد بعض الناس في السجن الآن نزورهم وقع في كربة، وقع في معصية، ثم تاب منها، يقضي محكوميته، يقول: والله إني أكره ساعة إخراجي. لما؟ قال: لأني يوم أن كنت طليقا كنت بعيدا عن طاعة الله، أما الآن اجتمع قلبي واجتمع شتاتي واجتمع القلب على ربي، فوالله إني أعتقد أن أسعد من في الوجود هو أنا. لذا أحبابي، وأنا أتحدث عن السعادة لا أريد أن أعرفها، إنما سأذكر قواعد لها. ولذلك اعلم أن بعض الناس لربما يكون ظاهره خير، لكن يشعر بانقباض قلب، مكتئب، قلق، متوتر، مهموم، مغموم. اعلم إذا كان الغم والهم إذا كان على الحرقة على الدين وعلى المؤمنين بات عبادة تؤجر عليها، لكن بعضنا لربما مهموم، مغموم، مكروب، لا لأجل الدين، إنما لأجل أن حياته مشتتة، ولأجل أن قلبه متبدد، وفي كل شعب له هوى، وله مع كل ذاهب وغاد نظرة، تجده مشتت الفكر. لماذا هذا الرجل المطمئن الواجب أن يكون مطمئنا؟ لماذا يختلف؟ لماذا السعادة غابت عنه؟ سأذكر لك الآن بعضا من أسبابها ومن قواعدها، واعلم أنها كما قلت قبل ما أبدأ أن السعادة ملك لله لا يفرغها على قلب عصاه. ولذلك تقول لصاحب السحر، صاحب السفر المحرم، صاحب التدخين، صاحب الشيشة، صاحب الظلم، صاحب المخدر، أي صاحب معصية ماذا تريد؟ قال: أريد صاحب الشهرة. والعجيب يقولون أن الذين يحسدهم الناس على السعادة في ظاهرهم هم أكثر الناس انتحارا. ومن أعجب الأقوال أن نصرانيا مفكرا ابتدأ يؤلف للناس طرق السعادة وأسباب السعادة، وألف كتابا سماه دع القلق وابدأ الحياة. دع القلق وابدأ الحياة. هذا اللي اسمه دايل، هذا رجل مشهور للذين يدربون الناس على محفزات السعادة وعلى مقومات التغيير، وكيف تكسب الأصدقاء، وكيف تتخلص من الضغوط النفسية، وكيف تزيل التوتر، وكيف تجلب السعادة. مات هذا منتحرا. هو الذي يؤلف كتبا ويصدرها للناس كيف تخرج من الشقاء، وكيف تكسب المودة، وكيف تطرد القلق، وكيف تبدأ الحياة، وكيف تستعذب لذتها. مات منتحر. لماذا؟ لأن في خواء روحي، خواء قلبي. تأمل في حياة محمد صلى الله عليه وسلم، ظاهر حياته الفقر، وليس بفقير بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام. حبيبنا ليس فقير لأنه يملك الدنيا كلها، لكنه أشاح عنها، وأمره الله ألا يمد عينه إليها ولا تمدن عينيك، وأمره الله أن يجلس مع المساكين، وكان من دعائه: اللهم أحيني مسكينا. كان يجالس الفقراء، ويقول الله له: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. كان حبيبنا صلى عليه الله ما تعاقب الليل والنهار، كان أسعد من مشى على الأرض. هل كان أفضل الناس بناء للبيت؟
بيته قريب الفناء داني السقف، أي أنك إذا رفعت يدك مسست سقفه، ولو مددت قدمك لأغلقت بيته. كان صغيرا ليس به من مقومات الحياة إلا وسادة من أدم من جلد حشوها ليف، ولربما حصير وقصعة، صلوات الله وسلامه عليه. ومن تلك الحجيرات قاد الأمة وأهدى السعادة ودل الناس على الحياة الطيبة وعلى العيشة الراضية، لأن السعادة ليست في مركب ولا مسكن ولا مأكل ولا منكح، إنما هي في طاعة من خلقها. فإذا عمل الإنسان صالحا ثم أيد ذلك بإيمان قبله فإن حياته طيبة. قبل أن أذكر لك مقومات السعادة، اعلم أننا في دار طبعت على كدر. بعضهم يقول يا شيخ دنيا دنية، صدقت، دنيئة هي. يا أخي ما ضحكت يوم إلا بكيت أيام، وما فرحت يوم إلا حزنت أيام. وإذا ذكرت الأسهم ضاق صدري، وإذا ذكرت أبوي مات ضاق صدري، وإذا ذكرت ذاك الذي بيني وبينه شحناء ضاق صدري. يا شيخ كلما تلفت في أركان الحياة وزواياها لا أرى إلا حزنا. زوجتي تلذذت معها أيام، وبعضنا قال أسابيع، وبعضنا قال أشهر، وقليل منا قال أعوام، وبعد ذلك انقلبت هذه الحسناء صارت ضرة لي في الحياة. بات لا تتبسم إلا بصعوبة، باتت إذا دخلت حزنت قلبي ولومتني ولامتني وانتقدتني، بل ولربما كفرت عشرتي ما رأيت خيرا قط. أبنائي أعطيهم وأعطيهم وأعطيهم، فلا أرى اللين ولا أرى بسط الوجه ولا أرى الشكر ولا الثناء ولا خفض جناح الذل. يا شيخ دنيا عوجة، دنيا كل ما طقيت عدله انقلبت عوجة. أقول لك يا مؤمن اعلم حتى ترتاح، وهذه من قواعد السعادة أذكرها. الدنيا أصلها عوجة، ولا بل هي دار لعنت، ولعن ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم. طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأخذاء والأكدار. أحبابنا لو أن الدنيا سعادة كلها وش بقى للجنة؟ الله يعظم أجوركم. ما الذي بقي لدار السعادة؟ ولذلك قال الإمام أحمد وهو ينصح ابنه عبد الله الذي كان يريد أن يصلح نعله، ويقول غير ثيابك واشتر لك قميصا جديد، قال حذاء دون حذاء وطعام دون طعام حتى نلقى ربنا. قال متى الراحة يا أبتاه متى الراحة؟ قال مع أول قدم نخطو بها إلى الجنة، يعني بعد ما نودع جسر جهنم خلف ظهورنا وتفتح أبواب الجنة فيقول الملك سلام عليكم بما صبرتم، لأنها غثى كلها عنا كلها هم، بما صبرتم فنعم عقب الدار. هذا نقول للمريض. المريض تزوره على فراش مرضه يتقلب ويتلوم، قل زواره وطالت عبراته وينظر إلى السقف ويتململ، آلامه قطعت جوانحه وقلبه امتلأ حزنا. تقول له صبرا صبرا فالموعد جنات النعيم، صبرا. وتقول الحبيب عندما رأى آل ياسر يعذبون في مكة ما قال صبرا إن موعدكم المدينة، ما قال صبرا أعطيكم من النخيل المدينة حتى ترضون، وأعطيكم منح وأراضي جنوبي شرقي، وأعطيكم من الذهب والأحمر والأصفر. صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. باختصار ليس في الدنيا جزاء وليس في الدنيا مكافأة إلا أن القلب يرقص أحيانا طربا، رقصة، وهي رقصة النشوة الإيمانية التي قال عنها الإمام ابن تيمية عندما قال إن القلب لربما أحيانا يشعر برقصة فرح وسمو، حتى أنه يقول إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش رضي. الله أكبر. لذا معاشر الأحباب لا بد قبل أن أبدأ في السعادة ومقوماتها وعيش السعداء فيها أن تعلم أنك في الدنيا دار ما جمعت إلا وفرقت، وما أنجبت إلا ويتمت، وما حلت إلا وأوحلت، وهكذا
خلقها ربها دار ممر، دار ممر، دار ممر، والمقر في جنات النعيم. اللهم لا تحرمنا فضلك. الوقفة الثانية أن السعادة كما ذكرت سعادة الروح، سعادة الروح لا سعادة البدن. فإذا أسعدت روحك بطلب العلم، بالتدبر في كتاب الله، بإخلاص القلب في العمل لله، في إخراج الشوائب منه، عاش القلب والروح في جنة في الدنيا. الوقفة التي بعدها: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. عجيب، ما هذه الجنة؟ في الدنيا جنة إذا لم يكتب الله لك أن تدخل مع أبوابها فلا تفرح بجنة الآخرة، كما قال ابن تيمية عليه رحمة الله. قالوا: وما هي الجنة هذه؟ قال: جنة العبودية، الانكسار بين يدي الله. كل الناس تخاف منهم وتهرب منهم، إذا خفتهم إلا رب العزة جل في علاه تخاف منه فتهرب إليه. جنة العبودية أجمل منظر في الحياة منظر ساجد قد اخضلت لحيته من دعائه لربه يوم أن دنا وقرب من الجليل جل وعلا. ولذلك بعض الناس إذا كان مهموم قال: اذهب للطبيب النفسي، اذهب، وأذهب للي يقرون مطوع، اذهب. لكن في أمر قبل أن تذهب لهذا وذا وذاك، اذهب إلى رب المطوع ورب الطبيب النفسي. فلربما بيده جل وعلا إن أرى، بل هو في يده جل وعلا يقينا، بيده أن يشفي هذا الهم وأن يجمع هذا الشتات وأن يفرغ بدل الهم طمأنينة وإيمانا وقرة عين. إذن أحبابنا، كلما بعد العبد عن الله استوحش، وكلما دنا اطمأن. فالسعادة في جنة العبودية. واحذر أن تبحث عن السعادة في عبودية الخلق. بعض الناس تلقاه ليس عبدا لله، كلامه لذيذ، لكن مع المخلوقين يبدأ يرضي المخلوق. تلقاه مع رئيسه في العمل يكذب ويبهر ويطيل الكلام ويسولف ويدخل السرور عليه عسى أن يعطيه إجازة، يذهب للآخر عسى أن يدخله في شراكة تجارة، يذهب لذاك عسى أن يزوجه، فيبدأ للمخلوقين يتذلل فيزيده ذله ما أمام المخلوقين ذلا، يذله في الحياة وفي الآخرة. أما لو أنه قلب التردد وضبطه على ذل لله لعاش جنة في الدنيا وهي جنة العبودية. بعد ذلك أنتقل وإياكم إلى قواعد السعادة. من قواعدها وهي كثيرة وأحاول أن أذكر بعضها. أول قاعدة من قواعد السعادة الرضا بالقضاء. معظم المأسورين للآلام الذين حبستهم الأحزان، الذين طال ليلهم بالأنين وتنهدهم يخرج من صدورهم هواء ساخنا، وجوههم كأنما سكن الحزن فيها، وتجده رجال يصلي ولربما في خير لكن حزين، يتمنى الابتسامة فيبتسم لكنها صفراء، يتمنى يضحك لكنها من شفتيه وليست من قلبه. لماذا يا عبد الله هذا الحزن؟ لأنه يتذكر مصائب حلت عليه. يا شيخ مات ابني، احترقت سيارتي، خسرت كل مالي في الأسهم، لدي مرض عضال هو كذا. فيجلس المسكين أسير الأحزان. أقول ويحك، أما ترضى على الجليل يوم أن شاء لك منزلة عنده لا تصل إليها إلا ببلاء تلو بلاء، حتى يبني لك ربي بيتا في الجنة اسمه بيت الحمد. ألا تريد بيت الحمد؟ الله لا يبتلي من عباده إلا من أحب. إذا أحب الله عبدا أصاب منه. أين قول الحبيب واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك؟ لماذا هذا الحزن؟ لماذا هذا الحزن؟ وما جرى عليك قدره ربك قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. قبل أن توجد السماء وقبل أن توجد الأرض
ما جرى عليك من احتراق أو موت أو خسارة أو مرض أو جميع العلل الله شاءها، ألا ترضى على مشيئة ربي؟ أسعد الناس الراضين بالقضاء. ولذلك قيل فيما قيل أن رجلا في بغداد كان تاجرا فذهب إلى متجره فإذا بنار تتواقد، أكبر تجار بغداد احترق ماله كله، ذهب لكي يطفئه فالتهمت النار عينيه فاحترق وجهه وتفضخت عينيه واحترق ماله وودائع لديه للناس، فخرج وهو قد فقد العين والمال. مسكوه وذهبوا به إلى البيت يقودونه، خرج من البيت غنيا مبصرا فعاد فقيرا ضريرا، فلما أقبل إلى البيت إذا بغداد بها مطر قد استدامت ديمة عليها، فلما قرب من البيت إذا ببيته من الطين يسقط على 9 أبناء وزوجة، فيموت الجميع كلهم تحت البيت. ماله رحل وعينه رحلت وحسن وجهه احترق والبيت زال والزوجة الحنون ماتت وأفراخه سحبوا من تحت أنقاض البيت جثة. فماذا قال؟ رفع العين إلى السماء وهو لا يرى: أيا ربي ابتليتني لكي تسمع خبري، اللهم يا ربي إني قد رضيت فاجعلني أيوب أمة محمد. رضيت. تأمل في حالك، بعضنا لو أصيب بأحد هذه المصائب، لو فقد عينيه، فقد ماله، فقد تجارته، فقد بيته، فقد زوجته، فقد حسن وجهه بحريق، ماذا يفعل؟ بعضنا تميد الأرض به وتضيق عليه بما رحبت. إذن مخزون الإيمان بالقضاء والرضا به سبب من أسباب السعادة. إذا أردت أن تعلم أسعد الناس هو الذي يستقبل نعم الله بالحمد ويودعها بالحمد. أبشرك جالك ولد الحمد لله، صار عليه حادث ومات الحمد لله، لا يتغير واقع المؤمن، هي لأن الذي وهب هو الذي أخذ، هو الذي استودع ورد وديعته. لذا أسعد الناس. بعض الناس في الأسهم، أنا جلست في مجلس واحد خسران في الأسهم 100,000 وحزين، وقلت له وش في لحيتك منتفة؟ قال والله يا شيخ من كثر ما أشدها. إنا لله وإنا إليه راجعون. وشعره قال لا الشعر مبقع، سبحان الله. وجلست بجوار آخر خسر 3,700,000 ومبتسم ويتقهوى. كم خسرت؟ قال لا تقول كم خسرت، كم عطانا ربي من خلقنا، هو يعطينا خذ مني شيء وبيرده، هو ماله والعبد عبده، الله كالحمد، وياكل تمر ويتقهوى، ما شاء الله لا قوة. سعيد والله هذا. أبو 100,000 جاه السكر والضغط والاكتئاب والقلق، ويزور المطاوعة يقرون عليه، ومن جاء فتح صدره، وان راح للدكتور ألهم منها الحبوب وخدرته ولا وجد السعادة. أما ذاك ما احتاج إلى هذا كله، فقط كان قد حمد على أعطاء ربي وأتبعه حمدا بعد أخذه، وهكذا. إذن من قواعد السعادة الرضا بالقضاء. الثاني من القواعد السعادة نسيان الماضي وترك طحن الطحين. يا أخوة لو أجيب لك الآن طحين دقيق وأقول الله لا يهينك اطحنه لي، وهو طحين، وش تقول؟ أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي. طحين يطحن، الذي يطحن حب. بعضنا حياته كلها يعصر العصير ويطحن الطحين، معنى ذلك يفكر في الأمس. أمس انتهى، يوم الاثنين انتهى، واليوم يفكر في الاثنين والسبت والعام قبل الماضي واللي وراه. يا شيخ مقهور، سبحان الله لا إله إلا الله. يا أخي إن اليوم الثلاثاء، وش ذنب الثلاثاء تفسده بذكريات الأمس والذي قبله؟ نحن عندنا 3 أيام معاشر الأحباب. السعداء هم الذين يعيشون اليوم، والأشقياء هم اللي مركبين مرايات ينظرون وراء ومطيرين عينهم قدام. اللي وراء له براجع، واللي قدام قد لا تصل إليه وضيعت اليوم. أنت 3 أيام، يوم مضى احمد الله على ما جرى فيه وخذ العبرة منه، ويوم قادم لا يشغلك لأنك قد تموت ولا تصل إليه، ويوم أنت فيه
استغل هذا اليوم بكامل قدرتك. ولذا يقول ابن عمر: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذا عيش السعداء. اليوم يومي يومي يومي، أما غدي فلا أعلم. بعضهم يقول الله المستعان، متى بيطلع اسمي في الصندوق التنمي، ومتى بنتزوج، ومتى بتجي الترقية، ومتى. سبحان الله يا أخي، يمكن حادث مروري الله يبعد عنكم الشر عند طرف النسيم ولا في الخليج وتروح، آمالك تدفن معك. الكلام: لماذا ضيعت أيامك على آمال قد لا تصل إليها؟ نسيان الماضي، لا أقول النسيان الكامل، أستلهم العبر منه. إذا كنت أنا أخطأت أمس ما أحزن اليوم، إنما أعاهد نفسي ألا أخطئ اليوم. أما بالأمس فقد رحل. بعض النساء مثلا، بعض النساء الآن 1432 هي مهمومة. ليه مهمومة؟ خايفة يعرس عليها، وخايف أن السبق ونسواها، اللهم صل على محمد. وبعدين 32 راح، و33 راح، وأعمامها تحترق، وخايفة منها الزوج. يمكن السبق سواها يوم سافر العام، ويمكن يسويها السنة الجاية. وبعضهم تقول: ليه ما تزوجت؟ قال: أتمنى أن الله يرزقني المال فأتزوج. وكل ما سجدت بدل ما تدعو بالجنة لها وله تقول: اللهم أطل فقره، اللهم لا تغني جيبه، تدعو عليه عشان ما يعرس. وعاشت شقاء مع أنها قادرة أن تعيش سعادة. مثل الآن أصحاب الأسهم المساكين الذين خسروا، اللهم اخلف عليهم بخير يا رب العالمين. أنا أسألك بالله، تقدر تغير في الواقع شيء؟ الفلوس راحت، الفلوس راحت. هل يذهب معها الدين والأجر؟ أما تخلي الفلوس اللي تروح فقط؟ اجعل المال يذهب لكن الأجر لا يذهب. ذكريات الأمس وش نستفيد منها؟ لا أتألم، لكن أنا الآن أتخذ قرار. أنا ما ساهمت ولله الحمد، وأدعو للي ساهموا أن الله يخلف عليهم، لكن أقول لو كنت منك أقول القرار اللي أتخذه بعد فشلي في الماضي ألا أساهم بعد اليوم. بس جيد، هذا قرار إيجابي. لكن أن أتحسر على ما فات، يا القهر يا شيخ، والله بعت الذهب المره راح، وبعنا الأرض اللي كانت شرزية، الله يا شيخ، ما أنا بعرف بس من اللي انكبنا الله ينكبه. وبعدين يا صاحب الآلام والحسرات، بعدين هل يتغير؟ يقولون: لعن الظلام لا يوقد. لو نجلس الآن في مجلس وينطفي النور، ولو جلسنا قلت: حسبي الله على من طفى النور، عليك يا رب بمن جعلنا في ظلام، اللهم سلط عليه جندا من جندك. وبعد تولع اللمبة بدعائك بتحسرك، قم الله يحفظك ودور الفيش وشغل بلا خرطي بلا كلام ما لا سنع. ابذل خطوة إيجابية للإيقاد في حياتك النور. ولذلك يقول الصينيون: لأن تلعن الظلام 1000 مرة خير منه أن توقد شمعة. صحيح؟ لو تلعن أمس ما سوى شيء اليوم، إنما أوقد شمعة لتضيء لك. إذن نسيان الماضي من أكبر أسباب السعادة. عش يومك واستلهم من الأمس العبر، وغدا غيب قد لا تصل إليه. القاعدة الثالثة: الإحسان إلى الخلق أكبر أبواب السعادة. ولذا عرف بعض العلماء السعادة، اسمع يا شيخ، أعجبني هذا العالم الذي عرفها، قال: السعادة فن إدخال السعادة والسرور إلى قلوب الناس. بعض الناس سعادته يوم يسعد غيره، وبعض الناس أناني قعيطي بخيل ما يسعد إلا هو، ولا حق كما جدارا ما له ظل، نسأل الله العافية والسلامة، وشجرة لا ثمر فيها. السعادة الحقيقية يوم أدخل السرور إلى نفس يتيم، وأدخل السرور إلى نفس أرملة، وأسعى مع مكروب فأفرج كربه، وأذهب إلى مديون فأقضي عنه. الإمام عبد الله بن المبارك كان يذهب إلى مرو، إلى منطقة من المناطق، فكان فيه شاب مؤمن كان يزوره إذا أتى إلى الخان إلى الفندق فغاب، أتى إلى مرو كان يرسله الإمام، كان غنيا، فلما غاب عنه ما وجده، قال: أين الشاب الذي كان يخدمني؟ قالوا: في السجن. في السجن؟ ولما؟ قالوا: في دين. قال: وأين صاحب الدين؟ قالوا: في بيته. فذهب إلى صاحب الدين، قال: سجنت فلان؟ قال: نعم. قال: كم دينه؟ قال: 10,000 درهم. قال: هل تضع عنه يعني تخفض له؟ قال: لا. فعدها له ووزنها، ثم قال: بشرط
ألا يعلم أخي أني قضيت عنه. هذا شرط المخلصين، سنذكرها الآن. قال لبيك، هات الفلوس وما عندك مشكلة، نطلعه بكرة. فأخذ المال وذهب إلى الشرطة فأطلقوه وهو لا يعلم. ثم قالوا لا، قال لما خرج: هل حضر الإمام ابن المبارك؟ قالوا نعم. قالوا أين ذهب؟ قال عاد إلى بلده. فانطلق إليه وقال: يا إمام، كنت سجينا ما استطعت خدمتك. قال: أين كنت؟ بحثت عنك. قال: كنت سجينا. قال: وكيف خرجت؟ وهو اللي مطلعه: كيف خرجت؟ قال: أتى رجل والله لا أعلم من هو، لا أجزيه إلا بالدعاء وأخرجني. فلما مات ابن المبارك أخبروه أنه ابن المبارك. فن إدخال السرور إلى قلوب الخلق. الإحسان إلى الناس، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم. أجمل ابتسامة ليست ابتسامة وجهي ووجهك، أجمل ابتسامة ابتسامة مكروب ما ظن أن كربته ستقضى فتبادره بها فتدخل السرور إلى صدره. هي أفضل من العبادة لو اعتكفت شهرا في مسجد محمد صلى الله عليه وسلم. السعاية مع المؤمنين في تفريج كروبهم. من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة يوم القيامة. لاحظوا الآن من الإحسان إلى الناس إكرامهم، أن نعزم الناس يا أخوان، ونذبح الذبايح، ونفطح المفاطيح، ونقعد القعدان. لكن من اللي يأكل طعامنا؟ شباعة أغنياء ولا لا؟ والحبيب يقول: بئست وليمة الأغنياء، يدعى لها من لا يحتاجها ويمنع عنها من يحتاجها. أجمل وليمة في حياتك تدري من هي؟ يوم تجمع عمال الشوارع ما تعرفهم وتذبح الذبيحة وتعشيهم. بيض الله وجهك، انظر في وجوه الرضا في وجوههم، بعد الشبع ينظرون إليك شكرا بابا. ثم يقولون فيه دعاء، هم أولى بالدعاء وأولى بقبوله. تدعو مسلم لا تعرفه وتشبعه، وأجملها يوم أن تكرم مسلم مكروب مهموم. وبعضنا يا أخواني طف الكهرب على جاره ما سدد عنه، وجاره ما عنده سيارة من شهرين، ليموزينات، ومسكين وهو الصالون داخل والبوكس ملبق والددسن غمارتين على اليمين. يا أخي أين الأخوة والأخلاق؟ السعادة ليس أن تأكل أنت، إنما أن تعلم أن جارك شبعان. ولذلك الحبيب قال: والله لا يؤمن من بات شبعان وجاره جائع. لذا أحبابي، إذن من قواعد السعادة أن تبذل الندى للمؤمنين وتتلمس حاجة المكروبين. وفن إدخال السرور إلى قلوب المؤمنين باب للسعادة. تدري ليه؟ لأنك إذا أدخلت السعادة إلى قلبه وقال: يا ربي استر عيبه واغفر ذنبه وأغني فقره وأصلح ذريته، قال الملك آمين ولك بمثل. من قواعد السعادة أن ترجو بعملك الله والدار الآخرة لا ثناء الناس. أسعد رجل على وجه الأرض هو الذي لا ينتظر الثناء من الناس، وأشقى إنسان على وجه الأرض هو الذي كلما عمل عملا رفع الشماغ عن أذنيه: ما أصداء أعمالنا الخيرية، هل ذكر الناس بخير؟ يا أخي الناس عميان ما يشوفون المعروف إذا بذل. رجل يسمع بعمله ويرائي بعمله، هذا المسكين أشقى الناس. ولذلك الآن بعض الناس مهموم ليه؟ قال: يا شيخنا أعطينا الحلقات ولا شكرونا، أعطيت ولد عمي في عرسه ولا يا كد مالك خلط، ويا شيخ ما يشكرون ولا يذكرون، يا ناس جحدوا المعروف. ما جحدوا المعروف يا شقي، أنت تريد المعروف من مخلوق أم من الخالق؟ أسعد المخلوقين الأخفياء الأتقياء الأنقياء الذين لا يظهرون أعمالهم للخلق، إنما يرجون الله والدار الآخرة. ومن يوم تبدأ تريد من أعمالك الظهور والثناء سينتهي حسناتك، وسيقول الله لك: اذهب إلى من رأيتهم، يعني اذهب إليهم وخذ ما شئت منهم لأنك كنت تعمل لهم، عياذا بالله. السعيد، أنا مرة من المرات قلت لي شباب وكنت أتكلم عن الإخلاص، تصور أنا وإياك كنا مشتركين في حفل، أنا وإياك ولا واحد منكم مشتركين في حفل ودافعنا أنا نص التكاليف،
ويوم جاء الإنسان لما انتهى الحفل قام واحد وشكر زميلي ونسيني. وش رأيك يا شيخ؟ وش بتقول؟ هل ينقبض قلبك ولا عطوه درع وأنا ما عطوني؟ نشكر أخونا محمد على ما قدم، وذاك قلبه مفتوح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد. الله يسود وجيهكم يا جاحد المعروف. أنا أروح نصف التكاليف علي ويشكرونه وأنا لا. هل كنت تريد الثناء أم تريد الله؟ أنا أدعوهم إلى أن يكونوا أوفياء وأن يذكروك بخير، لكن لا أدعوك أنت إلى أنك ما تقعد ترجى من الناس، أنت تريد من رب الناس، لأن الذي أعطاك هو الله، فلا ترجو بعبادتك إلا هو. السعداء قلوبهم لا تريد من أحد ثناء ولا ألسنتهم. أيضا من أركان السعادة خامسا التخفف من حقوق الخلق. من الذي أذل أعناق الرجال؟ أليست الديون؟ الله من واحد ونعم رافع صراسه، راحوا شرى له ددس غمارتين دين وطوف قصدين، ويوم صلى صلاة العشاء لين الديان يتقلب رأسه ويقلب عيونه يدوره. ما هي أخبار سنته الراتبة؟ يتوزع، يترك الصلاة، يدق اللطمة، ينحاش. كم واحد طقوا الباب عليه الرجاجيل وكان يرحب، وصاروا عياله مع الدرايش أبوي مهب فيه، وبعضهم ذكي يقول أبوي يقول ماني فيه، الله لا يسلط علينا. فيعيش المسكين في هم. عندما أكل حقوق الخلق تسلطوا عليه. فمن السعادة ألا تتذكر لمخلوق عليك حق قدر إمكانك، أن تتخفف من حقوق الخلق. بعضهم يا أخوان يطلع الددسن وددسن ثم ما يلقى أحد يروح البطاقات سوا، ما يلقى أحد يروح ياخذ باسم ولد عمه، ما يلقى أحد يروح يكفل واحد عشان يكفله. حياته مشردة، حياة مقطعة، حياة الهم والحزن، حياة المطاردة. ولذلك تلقاه وياك الغداء لو رن الجوال وطلع أبو فهد إنا لله وإنا إليه، حطه على الصامت. شوي يطلع أبو محمد إنا لله، غص باللقمة، خلاص ما نبي تغدي أبو محمد. قال وين تغدى؟ الله يشغلهم أشغلونا. تسرق السعادة منك. بل بعضهم ترك صلاة الجماعة. ليه؟ لأنهم سلفه واحدة 5000 ريال وعاجز أن يسددها. صل يا ابن الحلال. قال وين؟ عيونه في وجهي كل 5 فروض، والله ما لي وجه. مع هذا لا يجوز له أن يترك صلاة الجماعة، لكن شقاؤه همه بأخذه لحقوق الخلق. من السعادة أن تكون حرا. عش في حدود نفقتك. راتبك 5000، إياك أن تصرف 5100. راتبك 2000 فلا تصرف 2050 ريال. وبعضنا عامل البقالة غلام خان مسجل له ولا يسجل، الحين وقف التسجيل. وراعي المغسلة يمسجل عنده، وراعي البنزين أول يصب أحمر والحين صار يصب أخضر، الله يعظم أجره. وراعي ما بقى أحد إلا وقد رهن ذمته. وبعضهم أيضا يعيش ألم أن بعض الذين يطلبونه تركوا مطالبته راحوا، يريدهم الآن ما لقاهم. وحقوق الخلق الله جعل مبناها على المشاحة. بل الشهيد وهو شهيد لا يغفر الدين ذنبه مع كل ذنوبه. الشهيد لو يأتي زاني سارق عاصي غفر الله له مع أول قطرة دمه، لكن لو عليه دين ما غفرت شهادة دينه حتى يقضى عنه. أحبابي، من اليوم فلنتخفف من حقوق الخلق. من المصيبة أن بعضنا متزوج دين، مستاجر دين، سيارته دين، ثيابه دين، لا حول، طيبه دين، كله دين. ما أقول يا شيخ أنك ما تتدين عند الضرورة، عند الضرورة لا حرج، بس في حدود. أما دين تغسله بدين ثم تغسل الدين بالدين، وفي النهاية يلحق ما يدري وش يسوي. في النهاية راتبه، واحد يقول اقصادي 8000، تعوذ بالله، كم راتبك؟ قال 6800. شلون الله يعظم أجرك؟ زايدا عن الحد. يعني باختصار ضيع من يعول أطفاله. بابا عطنا، بابا فصل، بابا نبي السوق، نريد الفسحة. يعيش ألم رحيل السعادة عنه بسبب حقوق الخلق. ما علاجها؟ عشان ما أحزنكم، لأن الشعب السعودي 99% مديون، 1% دائن، شريطية الله يعظم أجورهم، ماصين دم الشعوب من بنوك ومن غيرها. لكن أقول ماذا نصنع؟ توقف عن الدين.
هذا أول علاج. توقف فورا، لا طيب يا شيخ يسجنوني. خير يا طيب يسجنون، وبشرك في 3 وجبات وتصلي وتدعي الله ويفرج الله كربك. والله إن أحدهم عاش 7 سنين يأخذ دين في دين في دين في دين إلى أن ركب، قال خايف من السجن. فلما وقع في الأخير وقع في الدين، كان دينه 200 وصل 700، دخل إلى السجن وعاش فيه 9 أشهر. يقول خال العيال جاء سكن معهم، أولا ما يصلون خلاهم يصلون، أول عندهم دش طلع الدش وركب المجد. يقول يوم غبت عنهم أفلحوا تربية وصاروا إخواني، كل ما لهم اللي لافز له 500 واللي 1000. يقول اغتنوا أول أنا موجود أدري هادم اللذات، ما علمت أني سبب شقائه. بعض الناس يظن أن وجوده هو السعادة، لا، يمكن فارقتك سعادة وما أدراك. لكن توقف، تخفف من حقوق الخلق ولو صار ما صار، ثم رتب حياتك على قدر ما يصل إليك، وقل يا رب بارك لي في القليل وانظر سعادتك بعد ذلك. أيضا من قواعد السعادة قوة العلاقة مع خالقها جل جلاله. لا تقوي علاقتك مع المخلوقين. واحد ما يعرف تاجر، قال والله عرف لي تاجر شبكت معه عشان إذا ضاقت الدنيا نخيته. تكفى يا أبو محمد، أخوك لا أخوك. وما درى أنه يوم قال تكفى يا محمد قال والله يا شيخ السيولة كانت موجودة لكن صدق راحت، والله ودي أفزع معك لكن اسمح لي، وراح كلها في لعيته. ولو كان مع الله لسخر له الخلق تسخيرا. واستعينوا بالصبر والصلاة. استعينوا، جانب الإيمان يقوى بقوتك. إذا قويت الصلة بينك وبين الله أقل ما يعطيك ربي الدنيا. يا أخوان بعضنا ما يدري أن السعادة ليست في الدنيا. بعضهم الله إذا أعطاك الدين أحبك، وإذا أعطاك الدنيا لربما كان يبغضك. لربما من علامات السعادة أن ليس رزقي ورزقك كفاف. الحبيب يقول طوبى لمن رزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يا سلام القنوع. لذلك اللي عنده مليون يقول بس فلان شف داخل أنا قبله العقار وعنده 2,000,000. طيب روح جاه 2,000,000، قال ولو أنا جيت 2,000,000 وطمره 5 ويتلاحقون الله يجزاهم خير، وفي الأخير يتقابلون في مقبرة النسيم تحت الأرض. ما استفاد، ما بنى مسجد، ما أحسن لنفسه، جموع منوع. تقوى العلاقة مع الله يعطيك. فإذا علم الله أن عطاءك للدنيا يغنيك وينفع المؤمنين أعطاك. ولكن إذا علم الله وهو الحكيم وهو العليم أن الدنيا لو فتحت عليك ضللت طريق الآخرة وبعدت عنه لربما يصرفها عنك. إن من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر، فلو أغنيته لأفسدت عليه دينه. العيش السعداء القاعدة 7: سلامة القلب من الضغائن والأحقاد. أشقى رجل، أشقى إنسان، امرأة، من يعيش في قلبه غل على مؤمن، ضغينة على مسلم، حقد على مسلم يمشي على الأرض. أشقى الناس قلوبهم كالجمر، هذا ما يحبه وهذا حاسد له وهذا المسكين وهذا متقاطع وياه وذا متدابر وياه. صدق الحبيب: أفضل الناس هو مخموم القلب صدوق اللسان. لذا أقول من قواعد السعادة أن يكون قلبك مخموم. ما معنى مخموم؟ نظيف، خالي من الحقد. ترفع يديك: اللهم اغفر لكل أمة محمد، اللهم إني تصدقت بعرضي على أمة محمد، يا رب من اغتابني من ظلمني من أخذ حقي، اللهم فاغفر له واجمعني به في جنات النعيم. يضرك هذا يا شيخ؟ عنصر من السعادة. أنا قلت لبعض الناس الآن عشان أدري إنك سعيد ولا لا، حضر في راسك واحد ما تحبه تبغضه، واحد حقنه، واحد سيء خلق، واحد سليط، واحد إذا شافك تسلط عليك. من هو؟ فلان. ادع له الآن: اللهم اغفر له واستر عيبه واشرح صدره ووسع رزقه. قال واحد: لا والله إلا الله ياخذه وينتقم منه انتقام عزيز مقتدر. مسكين. لذلك كنت تدعو عليه في غيظ، في غل، راقي نازل. لكن لو صفحت عن المؤمنين: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. سعادة
الحبيب عندما أعتق أهل مكة من المؤاخذة والملاومة: اذهبوا فأنتم الطلقاء، لأن قلبه ما في مكان أصلا، ما في مكان للحقد. قلبه حبيبنا عليه الصلاة والسلام طاهر صاف، هذا القلب السليم لا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا بقلب سليم. اسمعني، عندك قطيعة، عندك هجر، تبغض أحد، حاسد لأحد، بينك وبين واحد مشكلة، عنصر من عناصر السعادة منهدم عندك مسكين. والدليل أبي أعلم، الآن أنت مبسوط، الواحد اللي سبق وانخذ منك ولا خذيت منه، ولا الآن ما أنت بتسلم عليه، ولا من مبطي بينكم شحناء. الآن لو أقول له: يا شيخ فلان باع له أرض وكسب 10 ملايين وأنت ما أنت بتحبه، وش تقول؟ ينكد عليك الخبر هذا، وبشرك وبيعطونه ختم الجماعة وبيصير الأمير. إنا لله، هذا إلا هذا يروح يشكي في الأمارة بكرة. وتجد أن أعطيك بعض المعلومات عن الذي لا تحبه فتكون خيره يحزنك، مع أن المؤمن أخو المسلم. المؤمن لا يؤمن كامل الإيمان حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إذا كان قلبك يتغير على نعم الله على المؤمنين فإيمانك ناقص وسعادتك ناقصة، ولن تكون سعيدا حتى يكون قلبك أبيض من ثوبك. طبعا النصيف ما حد لابس شتوي، أفضل وأطهر وأبيض من ثوبك وأنقى. هذه عنصر من عناصر السعادة. أيضا من عناصر السعادة أن تنظر في الدنيا إلى من هو دونك، وفي الدين إلى من هو فوقك. ميزان جميل. إذا نظرت إنسان عنده دنيا، لا تناظر اللي كنت وياه والآن راكب جيب وانت راكب ددسن غمارة تدخن مع سماعات الراديو ومخبطه مرتين، لا تنظر، لكن انظر اللي راكب سيكل، الله يجزاك خير. إذا كنت ساكن، إذا أنت متزوج وفلان أخذ 3 4، انظر إلى من لم يتزوج بعد، انظر إلى من هو دونك في الدنيا. فلان ترقى وأنا ما ترقيت. طيب في ناس ما تعينوا أصلا، في ناس ما عندهم عيون ولا يدين ولا رجلين، مشلولين يا شيخ. أما تنظر إلى من هو دونك حتى لا تزدري نعمة الله. عشان تعيش سعيد دائما في الدنيا خل عينك تحت. أما في الدين ففلان يصوم ولا أصوم، فلان يتصدق ولا أتصدق، فلان يقوم الليل، انظر وضاءة وجهه وأنا ماني بقوم الليل، فلان يتصدق من ماله على راتبه مثل راتبي، فلان يقرأ القرآن وحفظه وأنا منشغل في دنياي. انظر في الدين إلى من هو أعلى منك لكي تبدأ تتصاعد إيمانيا، وانظر في الدنيا إلى من هو دون منك حتى تحمد الله على النعمة التي عندك حتى لا تكفر. ثم اعلم أنك غني، والدليل الآن نهيئ 10 مليون ريال. لو قيل لي الآن عندنا تاجر بيعطي 10 مليون ريال لواحد منا، بس بشرط يعطينا عينيه القرنيات. هل تبيع عيونك ب1 20 مليون، خلنا من 1,000,000، والله ما تبيع. 100 مليون كان أنت يا شيخ صاحي ولا مجنون؟ أعمى ما أنظر، وش ينفعني الدنيا إذا ما نظرت إليها؟ وش ينفعني امرأة جميلة تحط الأحمر والأصفر وأنا ما شفتها؟ وش ينفعني ربيع في الأرض ويقولون لي ينزل واسمي وربيع وأنا ما رأيت؟ يا شيخ خل وراك لا تتكلم. يا أخي طيب 30 مليون. قال يا شيخ لا تساومني، والله ما بيع. يعني أنا تاجر وأنت تاجر، نحن عندنا من المخزون من العافية أعظم من كنوز الدنيا. أما حمدنا الله عليها؟ إن الذي دائما يحمد الله على ذلك يعيش سعيد، يعيش ما في شراح صدر. أما الذي دائما فلان بنى، فلان شرى، فلان توظف، أعرس، راح، دائما همه لا ينتهي، دائما همه لا ينتهي. فلان والله أني وياه في المتوسطة، يا أخي شوف خذ الدكتوراه وأنا لا زلت معي ثاني متوسط ليلي. طيب يا أخي اللي أعطاه ربه، من لا ما أعطاك إياه أنت، الله اللي أعطاه. بس يا شيخ قال والله أنه ما يسوى التالية من الغلب ولا يفهم. لكن يا أخي الدنيا حظوظ. يا حسود، يا حسود، احمد الله على نعمتك واذكر الله على ما آتاك وبارك لأخيك قل بارك الله. هنا تكون السعادة. انظر إلى من هو دونا منك. أيضا من أركان السعادة أن تحسن إلى من أحسن إليك، لا
إلى من أساء إليك. أقسم بجلال الله إن من أكبر كنوز العز والسعادة في الدنيا يوم أن تدفع بالتي هي أحسن. يعني واحد أعطاك التي هي أخشن وأنت تدفع بالتي هي أحسن، والله إنها عز وعنصر من عناصر السعادة وقانون من قوانينها. والدليل قول ربي جل في علاه اللي خلقني وخلقك وخلق النفوس ويعرف عزها وسعادتها جل في علاه، يقول ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها، ما كل واحد يقدرها يا شباب عشان يصير سعيد، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أسعد إنسان على وجه الأرض هو الذي يرد الإساءة إحسانا. طيب يا شيخ أنا ماني ضعيف الله، ماني بضعيف، أنت ما أنت بضعيف، أنت قوي. متى كان الصفح عن الظالم، الصفح كظم الغيظ، متى كان ذلا؟ الحبيب يقول ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، عز انشراح. ولذلك يا أخوان إن الانتقام، احفظها مني، إن انتقام الإنسان من أخيه المسلم بعد أن يقدر عليه لا يشعر بعد الانتقام بلذة ساعة، بل ندم حزن. بعضهم يقول مش اللي سلطني عليه، يا ليتني صفحت عنه يا أخي، ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ ما زادني يوم أن أخذ حقي منه، ما زادني شيء، خاصة إذا كانت في المخاصمات والمضاربات والمشاجات والدماء، مع أن حق يأخذه ما لا حرج، لكن نقول له إن تريد السعادة تعيش سعيد فلتنظر لعبد من عبيد الله كنت قادرا على إيذائه نظاما وشرعا وأعتقته لوجه الله، تعيش فوق أرض ربي سعيدا. إذن أحسن إلى من أساء إليك تكون من زمرة السعداء في الدنيا قبل الآخرة. أيضا أشغل نفسك وإياك والفراغ، إن الفراغ قاتل. أحد أسباب رحيل السعادة من حياة بعضنا عدم وجود الهدف في حياته. بعض الناس يقول ريح عشان تنبسط، الحقيقة اشتغل حتى تنبسط. اللي يقول لك يا شيخ أنني نايم وآكل وأشرب وخالي البال مبسوط، قل لك كذبت. اللي مشغول في نفع المؤمنين وفي كسب رزقه وفي الصدقات وفي الرحيل إلى الدعوة وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإصلاح بين الناس ويقضي أوقاته في نفع متعد للمؤمنين، هو والله أسعد ولو ما نام إلا ساعتين. ينام وقد حقق عبادات جليلة، أصلح بين اثنين، قام الليل، أنفق من ماله، سدد فاتورة الكهرب عن جاره، أوصل مسلما على الطريق وكان يقدر يوصل بيته 1:30، لكن ركب له ضعيف ما يقدر حق الليموزين مهم معه وتأخر عن غداه نصف ساعة. هذا التأخر لذة لأن بها إحسان للمؤمنين. إذن إياك والفراغ. وأحد الطفش، بعضهم يقول يا شيخ انت علل أقلط معنا، وش عندكم؟ قراءة في كتاب، تفسير آية، نصيحة، قال لا والله ما عندنا إلا قالنا وقلنا وقالوا ويقولون. وبعدين هل هذا سعادة؟ السعادة يوم أن لا تقضي وقتا إلا وبه قربة. السعادة يوم تكون تقرأ في كتاب ربي، في سنة نبيه، في الإصلاح بين اثنين، في أمر من أمور الدنيا أو الآخرة، لأن الفراغ عدو للسعادة. ولذلك تجد بعض الناس يستمتع بالعمل وبعض الناس يستمتع بالنوم، لكن حقيقة استمتاعه ناقص لأن أعمارنا موقوتة. فالذي يذهب منه يوم الثلاثاء 29/5/1432 هذا اليوم، إذا رحل منك والتفت عند النوم ما هي نتاجك وما هي إنجازاتك؟ ماذا فعلت من عبادة اليوم؟ كم أنكرت من منكر؟ صليت على جنازة، عدت مريضا، تصدقت بصدقة، كنت فيها صائما، زرت رحم، وصلت مسلم، تصدقت بريال، أي عمل من الأعمال الصالحة فعلت؟ لا والله، رحت للدوام، تغديت، نمت، جيتكم، جزاك الله خير، وبعدين بتموت.
هذه آخر محطة من المحطات. هل هذه الحياة؟ إنما الحياة إنجاز، فأكثر الناس إنجازا. ولذلك يقولون العلماء: النعيم لا يدرك بالنعيم، النعيم النفسي والسعادة لا يدرك بالنوم والراحة، إنما. ولذلك بعض شبابنا نايم، خذ الثانوية وكبر البطانية ووسع الوسادة ونام. قال: يا أخي البطالة نشكو منها. قصدك العطالة، أنت عطلان من تبطلان. فعلا البطالة في قلبك، لو أنك خرجت لوجدت ولا رزقت، لكن النوم ويريد السعادة. تجد الآن يا أخواني عند التخرج من الجامعة أو من الثانوية، من أفرحنا بالشهادة؟ اللي كان نايم ولا كان تعبان؟ اللي كان تعبان. اللي كان تعبان هو الذي الآن يسعد ويأخذ 99% في شهادته، واللي ما أخذ 55 و60 و70 كان يخلط بين نوم وجد. من السعادة؟ ساعة استلام الشهادة سعادتها ألذ من نوم سنة، ولا لا؟ لأنه أنجز وأعطى. اللي كان يخرج من الصبح يروح يسوق الخضار، ما عنده وظيفة، ويبيع ويشتري إلى نصف الضحى، ثم بعد ذلك يكد في الددسن ولا هايلكس إلين يصلي العصر، ثم بعد ذلك يزور له مريض ويصلي على جنازة ويجيب 70 100 200 ريال لأهله. إذا وضع العشاء كان لذيذا، وإذا مد بدنه نام نومة عميقة، لأنه كان منجز راضي على نفسه. أما العطلان والنائم هذا لا يشعر بلذة لعيشه. أيضا من أبواب السعادة أن تعلم أن الله لا يخلق شرا محضا. الله لا يخلق شر محض، حتى لو رأت عينك أنه شر هو خير. خير. إياك أن تعتقد أن الله يخلق شر، هو إن خلق شر في عينك فعواقبه خير. ولذلك تعلمون قصة من يقول خيرة. يقولون أن خليفة من الخلفاء كان عنده أحد الحكماء جليسا له يحبه، يطلع معه المقناص يسولف معه، فوقع الخليفة من الفرس فانكسرت يده. يوم انكسرت يده قال: هذا خيرة. قال: أي خير في كسر يدي؟ زعل عليه، عند انكسر يدي وتقول خيرة؟ فأخذ الخليفة هذا قال: اسجنوه، فأسجنوه، وخرج إلى الصيد، وطال به المسير في الصيد حتى دخل حدود دولة غير دولته، فمسكوه أناس وكانوا وثنيين يعبدون الأصنام، فربطوه وذهبوا به إلى كاهن معبدهم وإمام ملتهم. قال: وجدنا رجلا غريبا نريد أن نذبحه قربة للآلهة، نذبحه. قال: قربوه. فأخذوا السكين ليذبحوه وهم لا يعرفونه، قربة للصنم. فلما قربوه إذا الكاهن يرى يده مكسورة. قال: لا نتقرب إلى مولانا إلا ببدن غير مكسور، هذا ناقص، اطردوه ما نبيه، الله يبشركم بالخير. فخرج وفرح أنه ما ذبح، فذهب إلى مملكته وأخرج الحكيم من سجنه. قال: شكر الله لك، وقلت خيرة، الآن طلعت الخيرة أنهم ما ذبحوني عشاني مكسور. طيب وش الخيرة؟ يوم دخلتك السجن قلت أنت خيرة، أدخلك السجن خيرة؟ قال: إيه يا طويل العمر، لو أني معك تركوك وذبحوني أنا اللي ما انكسرت يدي، فتكون خيرة أنك سجنتني ولم أكن معك. إذن اعلم أن الله لا يخلق شرا، ففي كل قدر من أقداره حكمة لا يعلمها إلا الله. فإذا حزنت فاطمئن، خير صبرك عليها عاقبته جميلة. أيضا دائما قاعدة في القضاء المؤلم، قضاء الله، ولذلك الصبر على أقدار الله المؤلمة، أن تحمد الله إذا وقع القضاء المؤلم عليك، تحمده على أنها لم تكن في دينك، وأنها لم تكن أسوأ. يعني اللي ينصدم سيارته ويسلم هو، أليس نعمة أن تكون بدنك سلم؟ وسيارتك لو راحت ولوها 2011 أنت أغلى منها. لو انكسرت يدك وقدميك أليست أجمل من أن تكون قد مت؟ دائما انظر إلى قضاء الله فاحمد الله على أنها لم يكن أألم منه. وهذا من عناصر السعادة، وهو النظر إلى المصائب بإيجابية، النظر إلى المصائب بإيجابية. ومن قواعد السعادة أيضا، وحتى لا نأخذ من وقتكم طويلا، تذكر الآخرة. إن مما يجعل الدنيا حقيرة في عين المؤمن أنه يعلم أن دارا سينتقل إليها، هذه ليست دار، كما قلنا عبور،
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. تذكر الآخرة يهون مصائب الدنيا، تذكر الآخرة يذكرك بدار النعيم المقيم. تذكر أي سعادة في الدنيا من نعيمها يبددها ذكر الموت، ولا لا يا أخوان؟ أي واحد أي لذة ذكر الموت يفسدها. أبنائك تتذكر يوم قد تتركهم، بيتك اللي بنيته لا بد أن تتركه. يا أخي لو بقيت لجداننا ما وصلت إلينا، لو وقفت الدنيا عند من قبلنا ما وصلت إلينا. إذن تذكر لحياة أخرى، اليوم الأخير يوم أن يأتى بالموت على شكل كبش فيذبح بين الجنة والنار، ويقال لأهل الجنة خلود ولا موت. نسأل الله الكريم من فضله. أيضا من قواعد السعادة أن تعتذر فيما لا تستطيع فعله. إياك أن تحمل نفسك ما لا تستطيع، فتقول أنا لها أنا لها أنا لها، فيكسر اعتذارك أمام الناس وينشغل قلبك. الذي لا تستطيعه اليوم قل ما أقدر. ولا جميلة في أول الأمر إذا كنت غير قادر، فبعض الناس طرده حياؤه من الناس، قلت لفلان بسوي ولا سويت، وقلت له بفعل ولا فعلت، والله أني كذا، ويبدأ يدور الأعذار ويبدأ الناس يلومونه فيشقى وكان في سعة من وقته. من قواعد السعادة توازن بين الفرح والحزن، لا تفرح بقوة ولا تحزن بشدة. لا تفرح بما أوتيت فقد يكون شقاؤك بسببه، ولا تحزن حزنا فلربما سعادتك فيه. كذلك في الحب للناس توازن في الحب. أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. لا بعضهم يحب بقوة أو يبغض بقوة، ما عندنا الوسطية. خلك متوسط في الفرح والحزن، ومتوسط في الحب والبغض، واجعل طريق مثل بعض الرجاجيل يزعل على المرأة لعن أجدادها من 40 جد إلى اليوم، وإذا أحبها ماع كالزبدة عندما عرضت للنار. أنت ما مشى على وجه الأرض بأغلى منك. وتلك المرة كما قالوا يقولون واحد تزوج امرأة فذهب وإياها في ليلة العرس إلى الفندق، فدخلت الغرفة في أول ليلة فسقطت ومعها الشنطة، قال بسم الله عليك، يسمي عليها ولا يلام. فلما بعد عام كامل تزوجوا وتم سنة، ادخلوا نفس الفندق جايين للمدينة اللي زايرها، طاحت سوت نفسها طايحة تبي تشوف، قال عمني عميس ما تشوفين وين راح بسم الله عليه. بعضنا ما عنده توازن، إما أن يحب بعنف أو يبغض بعنف. السعيد دائما متوازن له مخارج، ولذلك بعضهم إذا غضب على أخوه لعنه شتمه ولا أبيك ولا أشوف وجهك، يومين الحطب طايح والأمور يبي يرجع لأنه مخربها، الله يجزاه خير، هو الذي أفسدها. كالذي مثلا، وهذا سنذكره حتى في الغضب شدة الغضب من الشيطان، وأكبر أس من أساس السعادة ألا تغضب، كما قال حبيبنا لا تغضب، فالغضوب لا يبقي له مودة في قلوب الناس. الغضوب يخافونها الناس. بعض النساء تقول هو حليل بس والله أني خايف يقلب مرة يا شيخ قلبه يقلب يجعل عاليها سافلها. هذا من أشقى الناس ومن أسوأهم خلقا. فالتوازن معاشر الأحباب مطلوب. ومن قواعد السعادة عش ببساطة، لا تعقد حياتك. بعض الناس معقد، لابد ثوب معين، أكل معين، مكان معين، سمت معين، إذا اختل أي أمر من أمور حياتك كشر. يا أخي خلها تمشي الله يجزاك خير. عش ما وجد، اللي عندك المفقود لا تطلبه والموجود خذه، وهذا عنصر من عناصر السعادة. الحبيب يدخل البيت عندكم طعام؟ لا أنا صائم، انتهت المشكلة. تصور لو تدخل البيت تقول عندكم طعام قالوا لا، مش تقول؟ فأمور تقوم الحرب العالمية الثالثة في بعض بيوت المسلمين. لو المرزان ما يكون مكوي صح ذاك اليوم تنكد، ولو انعفط الثوب
تنكد، ولو ما وجد السيارة الفلانية تنكد. يا أخي عش بسيطا، فالحياة ما يسعد فيها إلا من كان يعيش على سجيته. حتى بعض النساء تريد تصل رحمها، قالت والله ما عندي فستان. يا بنت الحلال زوري خيتك، زوري عمتك. قالت لا، ما يمكن، لابد أقف أمام المرآة ساعة ما هو ممديه يوديها، تخسر زيارة رحم بسبب مكياج ساعة. بسط الحياة. بعضهم إذا ما وجد اللحم مع الرز ضاق صدره. يا أخي بسطها خلا تمشي، الله يحفظ. تجد أن بعضهم يشدد على نفسه فيعيش كئيبا أسيرا لبعض الطبائع. كن بسيطا تكون سعيدا. أيضا من عناصر السعادة أن تحاسب نفسك كل يوم. يا أخوان لا تجعلها تتراكم، حاسب نفسك كل يوم. أنا أخلفت موعد، أنا كذبت، أنا رفعت صوتي، أنا لعنت، أنا شتمت. استغفر الله عما مضى، ثم أخرج الغل من قلبك، ثم نم. والحبيب تذكرون عندما شهد له لأحد الصحابة بالجنة، ما كان كثير صلاة ولا صيام ولا جهاد ولا صدقة، كان إذا نام ليس في قلبه غل على مؤمن. فحسبك بها عنصر من عناصر السعادة. أيضا من السعادة أيضا ألا تكون متشوفا للدنيا. لذلك الدنيا حلوة خضرة، من أخذها بتشوف نفس لم يبارك له فيها، ومن أخذها بسماحة نفس بورك له فيها. بعض الناس مشفوح إذا جت انفتح قلبه فرحا. اللي يفرح بالدنيا بشدة يحزن بشدة إذا رحلت، واللي الله يحييه اللي يجي واللي يروح ما يحزن عند فراقها، لأنه لم يفرح بإقبالها. أيضا من السعادة ألا تسوف. بعض الناس عنده غسالة الملابس خربانة من أسبوعين، وكل يوم بكرة زاد معها السخانة، زاد معها الدينمو، زاد معها موعد الأسنان، زاد معها، وكل يوم موعد، وبكرة بعده. في النهاية صار يكره. إذا أتت المرأة قالت الولد بتطعيم، يا أنا كل ما جيت أشغلتوني. خلاص أنتم يا أخي، أنت الله يحفظك اللي ضايع. لو أنك تنجز أعمالك أولا بأول ولا تؤجل عمل هذا اليوم إلى الغد لعشت سعيدا تنجز. أما تراكم الأعمال والمواعيد والآمال ودون تحقيق عنصر من عناصر طرد السعادة. السعادة معك نوتة، دفتر صغير تسجل كل أعمالك تنجز. يقول لي أحد الإخوان يا شيخ جربتها، قلت له كل أعمالك هذا اليوم سجلها، حتى زيارة أمك، حتى اتصالك على رحم، حتى إحضار الطماطم والبصل، أي أمر سجله. قال فسجلت 20 طلبا. قلت وضع معك قلم، كلما أنجزت شيئا أشر عليه، وقبل وصول البيت لا تقبل وصوله حتى تنجز الأعمال كلها. قال فبت أنجز كل يوم 20 عمل حتى صرت دور الأعمال انتهت، فارتحت وشعرت بالخلو من الأعمال. وقديما الصيدلية، الطبيب، التطعيم، ثم يبدأ الإنسان يراكب الأعمال عليه. أيضا لا تعلق حياتك على غيب، وهذه طبعا ذكرتها لكني أختم بها. لا تعلق حياتك على غيب قد يحضر وقد لا يحضر، إنما عش بإمكاناتك. بعضنا الآن ساكن في حي الخليج ويتمنى يسكن في حي النخيل، ولا إن شاء الله بإذنه بنجمع وبنتدين وبتزين إن شاء الله وبنصلحها وبنتسلف، وحرق قلبه، لا راح الجار ولا تلذذ ببيته ولا بمعاشه. بعضهم عايش مع امرأة يا الله يزينها، والله لحط فوقت 1 و2 و3، الله يزينها. طيب عش معك الموجودة المؤمنة هذه، وبعدين إن زانت يمكن ما تزين. وبعضهم تجده راكب سيارته متأفف، وتجده متأفف من عيشته ويرجو شيئا لم يحضر. السعيد هو اللي يعيش يومه بإمكاناته، أما غده إن أتى فالحمد لله، ما جاء ما يشوف شر، أنا مبسوط بإمكاناتي التي عندي. أحبابي، هذه الوصايا العامة للسعادة العامة. أو آخر مبحث
السعادة لها مجالات ذكرنا قواعدها، وذكرت لكم أكثر من 20 قاعدة. السعادة كما قلنا أنها تنبع من القلب، تنبع من البيت. ليس سعيدا من إذا دخل بيته هربت السعادة من بيته. ليس سعيدا من لا يفرح أبناؤه بدخول بيته. ليس سعيدا من كان بيته يغلي من المشاكل داخله. أجمل مكان للسعادة والأنس والسكن الزوجة، والدليل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. لماذا؟ لتسكنوا إليها. من منا يسكن إلى أهله؟ لو تقول الواحد: هل تسكن مع زوجتك؟ ضحك، قال: وين؟ أجل ساكن في الشارع. طبعا مع زوجتي. تقول له السؤال: هل تسكن إليها؟ وفرق بين السكن مع الزوجة والسكن إلى الزوجة. السكن معها أن يكون في جدران، فلة، دور، شقة، سطح، اللي هو، لكنك معها، وهذا ليس سعادة. السعادة يوم أن تسكن إليها. هل أنت إذا رأيتها زالت همومك؟ قال: لا والله يا شيخ، إنها هادم اللذات مفرق الجماعات، والله من يوم أشوفها ونضحك أكشر. إذا ما أنت بسعيد. هل أنت إذا أقبلت البيت أقبل صغارك يتضاغون بابا جاء، ولا إذا طلعت رفعوا رؤوسهم أبوي راح أبشركم، فتكون كأن أبنائك يقولون: ربنا اكشف عنا العذاب إنا موقنون. لست سعيد. السعيد هو الذي إذا أقبلت أهله زوجه سرته، وإذا غاب حفظته، وإذا أتى بالهم تدكدك الهم عند عتبات بيته. وليس سعيد من يسعد من حوله وينسى أسرته. ليس سعيد من يخرج لنا أخلاق السعداء الكرماء أمام الناس: يا مرحبا، تفضلوا، الله يحييكم. وإذا تجاوز باب المقلط للصالة في البيت كشر ولبس قناع عفن من سوء الأخلاق. ليس سعيد. السعيد هو صاحب الرضا والسعادة في البيت. قرة العين الزوجة، وقرة العين الابن، والدليل قول الله: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. هذا ما تسنى بيانه في محاضرة عيش السعداء. أسأل الله جل وعلا أن يجعل عيشي وعيشكم سعادة، وموتي وموتكم شهادة، وأن يجمعنا بآبائنا وأمهاتنا في أعالي الجنان، وأن يذهب الهم عن المهمومين، وأن يفرج كرب المكروبين. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق.